ازيكم؟ في حلقتين سابقين قرينا مقالين للمستشار عبد الجواد ياسين، واحد بعنوان الإسلام المصري مناقشة في نظرية الهيمنة الثقافية عند جرامشي، والتاني بعنوان تحرير ديني أم احتلال سياسي، مناقشة حول فتح مصر في المصادر القبطية المبكرة. المقال الثالث هنقراه النهاردة، وهو بعنوان المسيحية القبطية مناقشة حول التحول السلمي في القرن الرابع. الثلاث مقالات تحت عنوان كبير هو مراجعات تاريخية، والثلاث مقالات بتطرح سؤال بشكل مبسط: كيف تحولت مصر دينيا؟ وهل حدثت التحولات دي فعلا بصورة سلمية زي ما بتقول السرديات الشائعة ولا لا؟ السردية الدينية التقليدية سواء في الخطاب الكنسي أو الإسلامي تميل غالبا إلى تصوير انتشار الدين بوصفه عملية روحية هادئة، دعوة، إقناع، وتأثير أخلاقي يتبعه قبول شعبي واسع. لكن لما بنقرب من التاريخ الفعلي ومن المصادر المبكرة بتبدأ الصورة تبان إنها أكثر تعقيدا. في المقالين السابقين ناقشنا مع المستشار عبد الجواد ياسين مسألة فتح مصر في المصادر القبطية المبكرة، وشفنا إزاي القراية النقدية للمصادر دي بتبين إن التحول الديني والاجتماعي ما كانش عملية بسيطة أو فورية، بل كان مسار تاريخي طويل ومعقد. النهاردة هنتنقل لملف أقدم شوية بس ما بيقلش أهمية، وهو التحول الديني المسيحي في مصر خلال القرن الرابع الميلادي. الرواية الشائعة بتقول إن المسيحية انتشرت في مصر انتشار سلمي حتى أصبحت الديانة الغالبة، لكن السؤال اللي بيطرحه المستشار عبد الجواد ياسين هنا: هل كان التحول ده فعلا سلمي بالكامل؟ أم أن دخول الدولة الرومانية على خط الدين منذ القرن الرابع غير طبيعة المسألة كلها؟ هنا تظهر مقارنة مهمة جدا بين تحولين دينيين كبيرين في تاريخ مصر: التحول للمسيحية في ظل الدولة الرومانية بعد القرن الرابع، والتحول للإسلام بعد دخول العرب إلى مصر في القرن السابع. في الحالتين ما كانش الدين مجرد تجربة روحية فردية، بل أصبح مرتبط بالدولة والسلطة والقانون والهوية. الفرق الجوهري اللي بيبرزه المستشار عبد الجواد ياسين هو كيفية تدخل الدولة في تشكيل التحول ده. هل كان التحول نتيجة اقتناع اجتماعي تدريجي، ولا سياسات سلطة فرضت دين جديد على المجال العام بالذات في الحالة الإسلامية؟ الأسئلة ديت مش مجرد بحث في الماضي، احنا بنقرأ التاريخ ده اليومين دول أو دلوقتي داخل واقع مختلف تماما، واقع أصبحت فيه الهيمنة الثقافية والدينية للإسلام هي الإطار العام للعقل والحياة في مصر. من هنا بتيجي أهمية العودة للحظات التاريخية المبكرة، مش بغرض إدانة أو تمجيد، لكن لفهم كيف تتشكل الهيمنة الدينية في المجتمعات وكيف تتحول العقيدة إلى بنية ثقافية وسياسية تحكم المجال العام. في السياق ده هنقرأ مقال المستشار عبد الجواد ياسين النهاردة، وبعد ما نقراه ممكن نتناقش حوالين الفرق ما بين التحول للمسيحية وبعدين التحول للإسلام. طبعا في فروق جوهرية في رأيي الخاص إنها متعلقة أساسا ببنية كل من الخطابين الدينيين. خلينا نقرأ الأول مقال المستشار عبد الجواد ياسين وبعدين نكمل مناقشة. بيقول معالي المستشار: المسيحية القبطية مناقشة حول حقيقة التحول السلمي في القرن الرابع. واحد، تهدف هذه المقالة إلى تفكيك السردية القبطية حول التحول المسيحي في مصر خصوصا بعد القرن الرابع مقارنة بالتحول الإسلامي بعد القرن السابع. إلى أي مدى يمكن الحديث عن فارق جوهري بين التحولين فيما يتعلق بحضور العنف وقمع الدولة؟ هل احتاجت المسيحية كي تنتشر على نطاق واسع إلى تدخل قسري من قبل الدولة الرومانية المنتصرة حديثا، بحيث يمكن الحديث عن هيمنة ثقافية بالمعنى الجرامشي
شبيهة بالهيمنة الإسلامية اللاحقة. بحسب الرواية القبطية، دخلت المسيحية مصر مع مرقس الرسول في القرن الأول، حيث أخذت تنتشر بشكل ظاهر على حساب الديانات المصرية القديمة وضد إرادة الدولة الرومانية الحاكمة، اللي ظلت تضطهد المسيحيين حتى أواخر القرن الرابع، عندما انتقلت الدولة نفسها إلى المسيحية وفرضتها بقوة القانون كديانة رسمية للإمبراطورية. طبعا ده فرق مهم وأساسي، يعني إنه في الأول المسيحية فعلا في مصر انتشرت بشكل دعوي وبإقبال شعبي، مش بفرض من السلطة، عكس الإسلام اللي من أوله جاء على أسنة الرماح مع جيش عمرو بن العاص. نكمل قراية المقال. لا تسير الرواية إلى ما ورد في المصادر الكنسية المزامنة من أعمال عنف وقهر إداري مارسته الدولة ضد لا تشير الرواية إلى ما ورد في المصادر الكنسية المزامنة من أعمال عنف وقهر إداري مارسته الدولة ضد اليهود وأصحاب الديانات المصرية بغرض التمكين للمسيحية، بل تتكلم عن انتشار طوعي سلس يعكس طبيعة المسيحية كديانة روحية تبشر بالمحبة والسلام. في السياق الجدلي الراهن في مصر، حيث يعاد طرح سؤال الهوية، تنطوي السردية القبطية على مفارقة تبخيسية مضمرة مع الإسلام الذي دخل مصر عبر غزو عسكري مباشر وفرض لغته وثقافته بقوة السيف وسطوة الدولة، فيما انتشرت المسيحية بالتبشير والإقناع الهادئ مع الاحتفاظ باللغة المصرية الأصلية، في إشارة إلى أن الهوية المصرية في جذورها مسيحية قبطية وليست إسلامية عربية. ليس وراء هذه المقارنة أي غرض دفاعي لصالح ثقافة بعينها، فبالنسبة لي الهوية مفهوم تاريخي متحرك يتشكل بالتراكم ويتسع لاستيعاب نوع من التعددية الثقافية. أما الهوية المصرية فترجع إلى جذور أقدم من المسيحية وتحتوي على عناصر أوسع من الإسلام. نظريا ليس ثمة فارق بنيوي بين المسيحية والإسلام كثقافتين صادرتين من منبع كتابي توراتي واحد، له طبيعة حصرية سلطوية نافية للآخر. وتاريخيا ظهرت كلتاهما وانتشرت بآليات الاجتماع السياسي والثقافي السائدة في العصرين القديم والوسيط، حيث يختلط اللاهوت بالسياسة، وحيث تحقق الديانة حضورا واسعا قد يبدو فجائيا بفعل الغزو أو التحول السياسي. في حالتي التحول كانت الدولة حاضرة بآليات القصر الصريحة والضمنية، وجرى قمع الديانة السائدة المصرية الهيلينية القديمة لحساب المسيحية، والمسيحية القبطية لصالح الإسلام. في الحالتين جرى التحول تدريجيا وبطيئا. التحول الشعبي الواسع إلى المسيحية ظهر في القرن الرابع واكتمل في القرن السادس، أما التحول إلى الإسلام فظهر في القرن التاسع واكتمل في القرن الثاني عشر. ومع ذلك تروج الرواية الرسمية لدى الطرفين لمقولة الانتشار السلمي وتتجاهل وقائع التدخل والقصر الإداري، وكلتاهما تطرح التحول الديني كلحظة نظرية مطلقة من صنع الإرادة الإلهية، أي بمعزل عن سياقتها الاجتماعية السياسية. نحن في الواقع حيال إسقاط أيديولوجي لاحق يعيد قراءة وتركيب الأحداث بأثر رجعي، لكن المقارنة تكشف عن فوارق نسبية ظاهرة. 1. انتشر الإسلام فيما يبدو بإيقاع أسرع من المسيحية، 3 أو 4 قرون مقابل 5. 2. أسفر التحول الإسلامي عن نتائج ثقافية أعمق من التحول المسيحي، اكتساح كامل للغة العربية على حساب القبطية، مقابل تطور لغوي جزئي طفيف من الهيروغليفية الديموطيقية إلى القبطية المسيحية. هو المقصود من المصرية القديمة، لأنه كلمة الهيروغليفية الديموطيقية دي طريقة كتابة في الحقيقة يعني. 3. الإسلام بدأ ظهوره بقوة غازية، أي دخل منذ البداية كدين الدولة، ثم ظل يفرض نفسه بسلطة الإدارة والجزية والقصر اللغوي. أما المسيحية فلم تبدأ في مصر تحت رعاية الدولة الحاكمة، بل كديانة مناقضة لعقيدتها السائدة، وتعرضت للاضطهاد من قبلها
لفترة زمنية طويلة قبل أن تحظى بالحماية الرسمية وتفرض نفسها بقوة القانون. تاريخيا يبدو العنف الرسمي في الحالة الإسلامية أكثر خشونة وأوضح تأثيرا في صنع التحول منه في الحالة المسيحية، ومع ذلك يبقى الانتشار المسيحي في مصر قبل القرن الرابع، أي في ظل غياب إسناد رسمي، بل وتحت الضغط والاضطهاد، بحاجة إلى تفسير. بعيدا عن فكرة النصر الإلهي المباشر وفكرة الجاذبية الخاصة للديانة التي يتبناها العقل اللاهوتي عموما، يشير البعض إلى البنية الدينية المهيئة في مصر. يتكلم عن نزوع المصريين الموروث إلى الإيمان الأخروي وفكرة الخلاص والبعث، وهي مفاهيم قريبة من تعاليم المسيحية. ويشير البعض إلى استخدام اللغة القبطية في التعليم والوعظ بدل الاقتصار على اليونانية واللاتينية، مما سهل التفاعل مع الديانة الجديدة. بل يذهب البعض إلى أن الاضطهاد ذاته كان دافعا ثانويا أدى إلى إثارة التعاطف الشعبي مع فكرة التضحية وقصص الشهداء، وأسهم في صنع وعي مجتمعي مضاد. وأخيرا يشير البعض إلى التنظيم الجيد والمبكر للكنيسة والدور الفاعل للأديرة والرهبنة التي اخترعها المصريين ونجحت في اختراق الريف وربط الدين بالحياة اليومية، وأسبغت على المسيحية طابع الهوية الوطنية. حتى أواخر القرن الرابع ظل الحضور المؤسسي للمسيحية في مصر أكبر من حضورها الشعبي، وظلت الكنيسة تلعب دورها المحوري كممثل رمزي يقدم نوعا من الحماية الروحية للطائفة مقابل اضطهاد الدولة. ثم جرى تصعيد هذا الدور تحت عنوان جديد بعد تحول الدولة للمسيحية وانتهاء عصر الاضطهاد، حيث صارت تعمل من داخل الدولة كأداة للهيمنة الناعمة، مؤسسة تعليمية وأخلاقية وقانونية، أو بمصطلح جرامشي صارت بمثابة مثقف عضوي للإمبراطورية الجديدة. هذه العوامل جميعا أسهمت في تسهيل التحول المسيحي في مصر قبل تدخل الدولة، لكن المسيحية لم تنتشر في مصر فحسب، بل عبر المحيط الروماني الواسع، بما في ذلك روما عاصمة الإمبراطورية، وهو ما سيسري لاحقا على التحول الإسلامي. ولذلك يلزم قراءة المسألة في سياق تفسيري أوسع، أعني في سياق التطور الثقافي السياسي العام للألفية الأولى بخلفياته الغيبية الموروثة من العصور القديمة، حيث يتوفر الدين على قوة حضور ذاتية تستطيع أن تفرض نفسها على المستوى الجمعي. يستطيع الدين أن يحضر ابتداء بمعزل عن الدولة أو رغم إرادتها، لكنه يحتاج كي يحكم ويستقر إلى مساندة الدولة، وهو يعتمد في ذلك على آليات الحشد الجمعية الجاهزة في الاجتماع القديم بطابعه العشائري القبلي. 2. تحقيب تاريخي. تحقيب يعني هنعمل مراحل، يعني إلى أي مدى وصل انتشار المسيحية في مصر قبل القرن الرابع وبما يمكن تفسيره في ظل الاضطهاد الروماني. منذ القرن الأول كانت مصر ولاية خاضعة للإمبراطورية الرومانية وتتوفر على تركيبة دينية ثقافية معقدة، ديانات فرعونية موروثة، عقائد مختلطة أو مهجنة مصرية هلنستية، مع حضور واضح لليهودية والفلسفات الوثنية في الإسكندرية ذات الطابع الثقافي اليوناني. بحسب المصادر المسيحية المبكرة لا يمكن توثيق الرواية القبطية حول مجيء مرقس الرسول إلى الإسكندرية وتأسيس الكنيسة في منتصف القرن الأول، ثم استشهاده فيها نحو سنة 58 ميلادية. فليس هناك أي إشارة إلى هذه الوقائع في الأناجيل أو رسائل بولس أو أعمال الرسل. في أعمال الرسل يظهر مرقس كمساعد لبولس وبرنابا وبطرس 12/15، وتغيب مصر تماما رغم الحديث عن التأسيس الرسولي في روما وأنطاكيا وآسيا الصغرى. وينطبق ذلك على المراجع التاريخية المزامنة والقريبة من الأحداث، ومن أهمها كتاب بابياس الهيرابولي أسقف مدينة هيرابوليس في آسيا الصغرى من 60 ل 130 ميلادية. فرغم إسهابه في الحديث عن مرقس لا يشير إلى أي نشاط تبشيري له في مصر. وكتابات إرناوس أسقف ليون 130 ل 202 ميلادية، فرغم اهتمامه بالسلاسل الرسولية لا يذكر مصر ولا يشير إلى مرقس كمؤسس لكنيسة الإسكندرية. الربط بين مرقس والكنيسة المصرية
سيظهر للمرة الأولى في مصدر لاهوتي يرجع إلى القرن الرابع، وهو كتاب تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري أسقف قيصرية من 260 ل 339 ميلادية. ينص أوسابيوس صراحة على أن مرقس حضر إلى الإسكندرية وبشر فيها وكان أول أسقف للكنيسة، لكنه لا يؤيد روايته بوثيقة معاصرة للأحداث أو شهود عيان أو رسائل صادرة عن الأطراف، بل يعتمد على تقليد كنسي مصري صار يروج له في سياق الصراع اللاهوتي السياسي بين الإسكندرية وروما وأنطاكيا بعد أزمة أريوس، حيث كانت الإسكندرية الصاعدة لاهوتيا بحاجة إلى شرعية رسولية تلبية لمنطق التفكير المسيحي عند القرن الرابع. ومع غياب الوثائق المضادة أدى التكرار إلى تثبيت التقليد الليتورجي كحقيقة تاريخية. بوجه عام، لا يحفل العقل الديني بفكرة التوثيق التاريخي التي تستلزم الدليل المادي، بل يستغني بالإيمان عن الدليل، أو هو يعيد تعريفه ليصبح المعنى اللاهوتي دليلا على نفسه، وهو منهج فاسد بمقاييس البحث التاريخي العلمي، لأنه يفترض ما يريد إثباته ويحتج بمحل النزاع. في الحد الأدنى المتيقن يمكن الحديث عن حضور مسيحي مبكر في القرن الأول، لكنه كان محدودا وظهر غالبا من خلال الأقلية اليهودية وعبر التواصل مع المحيط المتوسطي المجاور بأجوائه الرومانية. لكن في القرنين الثاني المتأخر والثالث، وإلى تفوقها الثقافي الهليني، ستظهر الإسكندرية كمركز لاهوتي صاعد ومجهز للعب دور رئيسي في الجدل الميثولوجي الواسع الذي سينتهي بكتابة قانون الإيمان في مجمع نيقية 325 ميلادية حسما للمسألة الأريوسية، وهو ما يشير إلى حضور مؤسسي واضح للمسيحية في مصر قبل تبنيها من قبل الإمبراطورية. الحضور المؤسسي يبدو أقوى من الحضور الشعبي. أما على المستوى الشعبي فيمكن الحديث عن كتلة مسيحية واضحة تمثل أقلية مؤثرة تظهر في الإسكندرية وبعض مدن الدلتا، بينما ظل الريف في معظمه يحافظ على دياناته ومعابده القديمة. كما بقيت الأفكار الوثنية تفرض نوعا من الثنائية أو التعددية الثقافية خاصة في الإسكندرية. في أوائل القرن الرابع في 313 ميلادية ستصدر قرارات التسامح الديني في روما، وسيخف اضطهاد المسيحيين بالتدريج وصولا إلى أواخر القرن اللي هو الرابع يعني في 380 ميلادية، حيث أعلنت المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية. ومنذ ذلك الوقت ستبدأ مرحلة جديدة من الاضطهاد المضاد ضد الوثنيين واليهود. يظهر هذا الاضطهاد المضاد على مستويين: المستوى الأول الرسمي يتمثل في القرار الصادر بفرض المسيحية كدين حصري للدولة، والقرارات التالية التي تقضي بهدم المعابد الوثنية ومصادرة أموالها ومنع الطقوس الدينية القديمة والتضييق على اليهود وأصحاب الأفكار الفلسفية الوثنية. الثاني شعبي يتمثل في موجات متتالية من العنف الموجه ضد هذه الطوائف، إما مباشرة من قبل الأوساط الكنسية قساوسة رهبان، أو من قبل مجموعات متعصبة بمباركة ضمنية منها، ويجري ذلك في الحالتين تحت عين السلطات الرسمية. كنموذج واضح لهذا العنف يشار إلى واقعة الاغتيال الشهيرة لهيباتيا الفيلسوفة الأفلاطونية وعالمة الرياضيات التي قتلت وسحلت في الإسكندرية سنة 415 ميلادية على يد جماعة من العامة المتعصبين بتحريض ضمني من الكنيسة تحت قيادة البطريرك كيرلس. بالنتيجة، وبعد انتهاء القرن الرابع سيتصاعد حضور المسيحية لتصبح دين الأغلبية ليس فقط في الإسكندرية ومدن الدلتا، بل على مستوى الريف. اجتماعيا وبحكم التكوين الزراعي المحافظ يتأخر التحول الديني والثقافي في الريف مقارنة بالمدن الكبرى. وفي الإسكندرية كما نفهم من واقعة هيباتيا كانت التوجهات الفلسفية الوثنية لا تزال حاضرة في أوائل القرن الخامس، قرن التحول من التعددية الثقافية والدينية إلى أحادية مسيحية خالصة. هذا الاضطهاد المضاد يمثل ظاهرة متكررة في تاريخ التدين الإبراهيمي
الذي يبدأ باليهودية وينتهي بالإسلام مرورا بالمسيحية رغم نصوصها التأسيسية المبكرة التي تدعو إلى المحبة وبشارة السلام. بالاستقرار بالاستقراء التاريخي تعرضت الديانات الثلاث للعنف وشهدت مراحل استضعاف مبكرة قبل أن تمتلك دولتها الخاصة وتبدأ في ممارسة العنف المضاد. وهذا مفهوم نظريا لا ينفك العنف عن الديانة الإبراهيمية بسبب بنيتها اللاهوتية الحصرية التي تربط فكرة المقدس بنفي الآخر المخالف، وبنيتها الاجتماعية السياسية التي تنزع إلى امتلاك السلطة والهيمنة على المجتمع لا مجرد الروح الفردي. 3. المصادر المسيحية المبكرة شرعنة العنف. السردية القبطية المتأثرة نسبيا بلغة الحداثة والمشغولة بنفي التشابه مع الإسلام تستشعر الحرج من فكرة العنف الديني وتمر سريعا على وقائع القصر المسيحي الثابتة في المصادر المبكرة، فهي إما تتجاهلها عمدا أو تخفف منها كأعمال محدودة غير مؤثرة في السياق العام، أو تعيد تأويلها كأفعال ضرورية مبررة بغرضها الإلهي الخلاصي، وهو نفس المنطق المعتمد في السردية الإسلامية. في الحالتين نحن أمام أدلجة نظرية لاحقة تعيد تقديم الرؤية الثيولوجية المنتصرة كحدث تاريخي وتعيد تعريف القهر، فهو حين يمارس ضدي اضطهاد، وحين أمارسه عمل خير لصالح الإيمان أو جهاد مشروع لنصرة الحق بلغة الفقه الإسلامي. لكن المصادر المسيحية المبكرة بحكم سياقها الثقافي السياسي الخشن إجمالا تبدو أقل تحرجا أو أقل وعيا بلا أخلاقية القهر، فهي تشير صراحة إلى ممارسات قسرية رسمية وكنسية وشعبية أدت إلى توسيع مساحة المسيحية في مصر وعبر المحيط المتوسطي الروماني بعد تنصر الدولة. الأهمية التاريخية لهذه المصادر ترجع إلى كونها مزامنة للأحداث أو قريبة منها، وإلى كونها ذات مرجعية مسيحية صريحة تنتمي مباشرة إلى الكنيسة أو إلى أوساط الدولة المنتصرة حديثا. أشير هنا إلى مراجع أساسية 3 صادرة باللغة اليونانية في النصف الأول من القرن الخامس، أي بعد استقرار المسيحية كديانة حاكمة بقوة الدولة. 1. كتاب سقراط السكولاستيكي، هيستوريا إكليسيس، حاجة كده يعني، تاريخ الكنيسة، المهم يعني بعنوان تاريخ الكنيسة نحو 440 ميلادية، وهو مؤرخ معاصر لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. يصرح سقراط في الكتاب الخامس من مؤلفه بأن الكثير من الوثنيين واليهود إما خوفا من القوانين أو طمعا في رضا الإمبراطور انضموا للكنيسة. وفي الكتاب السابع فصل 13 يورد وصفا مطولا للعنف الذي مارسه المسيحيون ضد اليهود في الإسكندرية في عهد البطريرك كيرلس. نقرأ فيه: نهبوا بيوتهم وسلبوا الأواني وكسروا الأبواب. وفي وصفه لمقتل هيباتيا فاندفع بعض الرجال الغيورين بقيادة قارئ يدعى بطرس فجردوها من ثيابها وقتلوها ببلاط حاد، ثم مزقوا جسدها وأحرقوا أعضاءها خارج المدينة. عنف شعبي صريح لكنه غير مدان أخلاقيا. طبعا ده يقصد هيباتيا. كتاب سوزمين سيلاموس هيرميا، برضو تاريخ الكنيسة، من 400 ل 450 تقريبا، وهو مؤرخ لاهوتي من غزة الرومانية، يغطي الفترة من قسطنطين الكبير 324 حتى سيودوسيوس الثاني 349 ميلادية، ويعرف بقربه من البلاط الروماني واعتماده على كتاب سقراط مع إضافة مواد عن الرهبنة والمعجزات المسيحية. نقرأ عند سوزمين: أغلقت المعابد في كل مكان ومنع الوثنيون من تقديم الذبائح، ومن يخالف الأمر كان يعرض نفسه للعذاب الشديد. وعندما دمرت المعابد خمدت مقاومة الوثنيين وانتشر الإيمان المسيحي. الذين أصروا على العناد فقد عوقبوا بالنفي أو صودرت أملاكهم. الكتاب الخامس والسادس، عنف رسمي صريح لكنه مبرر بانتصار الإيمان. كتاب سيودوريت القرشي، الهيستوريا ريليجيوزا
تاريخ الرهبان، وهو أسقف قورشي في سوريا نحو 450 ميلادية، وهو أهم مصدر لتوثيق وشرعنة العنف الكنسي في أواخر القرن الرابع. نقرأ عن سيودوريت: فانقض الرهبان على معابد الشياطين وهدموها من أساسها، ولم يجرؤ أحد من الوثنيين على المقاومة. وبعد أن رأوا زوال معابدهم اضطر كثيرون إلى ترك ضلالهم والانضمام للحق، وكان الأباطرة الأتقياء يعاقبون كل من يجرؤ على ممارسة الطقوس القديمة. عنف رهباني مباشر باسم مواجهة الشياطين، وعنف رسمي صريح باسم التقوى ونصرة الحق. 4. تعبر هذه النصوص عن منهج التفكير المسيحي والإبراهيمي عموما بعد امتلاك السلطة. القصر مشرعا كعمل أخلاقي يهدف إلى خلاص المخالف وحمايته من نفسه الشريرة، وهو المنهج الذي سيقننه القديس أغسطين على أسس كتابية في القرن الخامس، وسينبني عليه تاريخ القهر الكنسي في العصور الوسطى، من تنصير الشعوب وقمع الهراطقة ومحاكم التفتيش حتى موجات التبشير الاستعماري الحديث. بالنسبة إلى أغسطين قد يكون العنف شرا في ذاته، لكنه ضروري لحفظ النظام وهداية النفوس الضالة، ولذلك كانت الكنيسة في البداية تدخل الناس بالوعظ، أما الآن فهي تدخل بعضهم بالقصر، لأن القصر هنا علاج للأرواح المريضة. رسالة أغسطين 93 EP. القصر هنا علاج لمرض الخطيئة، ومن الأفضل أن يكره الإنسان على الحق من أن يترك في الضلال. وبحسب أغسطين لا يمارس الإكراه من قبل الكنيسة، بل من خلال الدولة التي صارت تعمل كذراع للكهنوت. فالملوك يخدمون المسيح حيث يسنون القوانين ضد الضلال، وهي هنا تمارس دورا تربويا أبويا وتعمل كأداة للمحبة الإلهية. في قلب العصور الوسطى قف 13 ستحظى هذه الأفكار بتنظير لاهوتي أوسع على يد توما الإكويني، وسيتم تطويرها بحيث يتحول العنف من فعل استثنائي مبرر بالضرورة الأخلاقية كما عالجه أغسطين إلى مبدأ قانوني ثابت مبرر بضرورة النظام العام، جزء بنيوي من فكرة الدولة. بحسب الأكويني الصالح العام يسمو على الإرادة الفردية، وأي تهديد له يجوز استئصاله كليا، فمن أجل حماية الكل يجوز التضحية بالبعض، كما يقطع العضو الفاسد حفاظا على الجسد يجوز قتل المجرم حفاظا على المجتمع. وهذا ينطبق على الهراطقة، لأنهم لا يخطئون في حق أنفسهم فحسب، بل يهددون خلاص الجماعة. وإذا كان المزور يقتل لأنه يفسد العملة، فالهراطقة أولى لأنهم يفسدون الحقيقة. يبرر العنف عند الإكويني لا بالضرورة الدينية فحسب، بل أيضا بالضرورة السياسية، وهو الفكر الذي سيعبر عنه هوبز بضرورة القهر كشرط لوجود الدولة، وستشرعن لاحقا لفكرة العنف المشروع الذي تحتكره حصريا الدولة الحديثة. المشكل المحوري في هذا الطرح بشقيه الأوغسطيني والإكويني هي فكرة الوصاية التي يفرضها الكهنوت على الدولة بحجة الهداية أو بحجة النظام. يفترض الكهنوت كمسلمة أن له الحق حصريا في تقرير ما يجب اعتقاده، والحق في العقاب على مخالفته بواسطة الدولة، أي داخل العالم وليس في الآخرة فحسب. لقد أمكن تمرير هذا المعنى بامتداد العصور الوسطى في ظل الثقافة الغيبية السائدة الخاضعة إجمالا لهيمنة اللاهوت، لكنه صار موضوعا للنقد والرفض الحاسم في الوعي الحديث الذي ينظر إلى حرية الفكر والاعتقاد كحق طبيعي مطلق من حقوق الإنسان، وينكر على الكهنوت وحتى على الدولة الحق في تعريف الحقيقة أو احتكار التحدث باسمها أو العقاب نيابة عنها. تاريخيا، وبالنظر إلى تاريخ المسيحية المبكرة بعد تنصر الدولة الرومانية وطوال العصور الوسطى، لا يمكن الحديث عن فارق
جوهري بينه وبين تاريخ الإسلام فيما يتعلق باستخدام القوة وسلطة الدولة. المسألة ببساطة في الحالتين هي آليات الاجتماع الطبيعي التي تشتغل على الدين كما تشتغل على السياسي بوصفه فعلا اجتماعيا. لا يتورع النشاط الديني عن توظيف القوة كلما كانت متاحة، ومن السهل تبرير ذلك أخلاقيا من خلال النصوص التي اكتسبت قوتها القانونية على يد الكهنوت وظلت على الدوام خاضعة لوصيته التفسيرية. يتبع عبد الجواد ياسين 21/1/2026. بعد القراية دي بيبقى يعني واضح انه السؤال عن التحول الديني في مصر مش سؤال بسيط. التاريخ مش بيسير او بيمشي عادة وفق روايات مثالية او ساذجة، او روايات يعني فيها نوع من التبسيط. يعني في ناس كتير بتعتقد في الامور بشكل طفولي كده ساذج يعني. ده شيء بتحبه الجماعات الدينية او يعني الناس اللي بتبسط الامور. التحولات الدينية الكبرى عموما سواء كانت نحو المسيحية في العصور الرومانية أو الإسلام بعد الفتح العربي أو الغزو العربي، في الحقيقة لم تكن مجرد نتيجة وعظ أو دعوة روحية، بل كانت دائما مرتبطة ببنية السلطة وبالدولة وبالقانون وبالتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وده اللي بيحاول كتير من الناس إنهم يقولوه بأشكال مختلفة ويوضحوا بشكل مكثف وشديد الاختصار الحقيقة، أو شديد الوضوح. المستشار عبد الجواد ياسين ولفت إليه النظر هنا أنه فهم التاريخ الديني لمصر بيحتاج لفصل الرواية الإيمانية عن القراية التاريخية. والمفروض ده طبعا مش يبقى بس فقط بشأن التاريخ الديني أو التاريخ اللي احنا عايشين فيه في مصر بس، كمان هنحتاج نبص للسرديه الدينيه كلها على هذا النحو. يعني الروايه الايمانيه بتشوف انتشار الدين بوصفه انتصار للحقيقه الروحيه، اما القرايه التاريخيه فبتنظر للوقائع، القوه، السلطه، الصراع والتحولات اللي بتحصل جوه المجتمع. الاهم من كده ان الفهم ده مش بيهدف الى نزع القداسه عن الدين، بل الهدف هو تحرير الوعي التاريخي من السرديات المبسطه او الاختزاليه او الطفوليه، عشان نقدر نفهم واقعنا الحالي فهم أعمق. لأنه الهيمنة الدينية اللي شايفينها دلوقتي على المجال العام ما ظهرتش كده يعني بين يوم وليلة، بل نتيجة مسارات تاريخية طويلة من التحولات والتراكمات. هو احنا برضو لازم نكون عارفين ان هناك فرق جوهري، انه البنية الإسلامية في الأصل أصلا ليها أساس سياسي. يعني الأساس هو حركة سياسية وعسكرية. يعني الإسلام جاء في مصر هنا حركة سياسية وعسكرية، جالنا جيش واحتل هذا البلد، وهذا الجيش أساسا كان معني بالجزية والخراج، ما كانش معني بنشر الدين. لكن بالعكس كان حتى اللي يخش بالدين بيفضل لحد الخليفة عمر بن عبد العزيز كانوا بياخدوا منه برضه جزية وخراج. عمر بن عبد العزيز شبعوا بقى وكترت بقى مدخولات الدولة، فقال لك والله بقى اللي يخش الإسلام احنا مش هناخد منه جزية. فطبعا حصل بقى تحول، يعني ده دفع كتير من الناس انها تخش الإسلام، لأن هو حصل نوع من أنواع الضغط بقى زي ما قلنا في الحلقتين اللي فاتوا. وأنا طبعا يعني بطلب من الأصدقاء اللي عاوز يفهم المقال ده أكتر يقرأ المقالين اللي فاتوا واللي أشرنا إليهم في بداية الحلقة دي. وأنا بس عاوز أقول إنه الواقع الحالي هناك هيمنة دينية رجعية أعرابية قديمة، وده الأساس في الموضوع. كمان فرق جوهري ما بين الحالتين إنه حصل تطور في المسيحية ضمن السياق الأوروبي ويعني يمكن السياق الكنسي في مصر هنا أو الكنيسة الأرثوذكسية ما دخلتش هذا المخاض بالضبط، لكن حصل برضو تطور للوعي والضمير، وحصل وفي اختلاف كبير ما بين الحالة المسيحية والحالة الإسلامية من حيث أولا البنية الأساسية اللي جات لنا بيها الفكرة أو
الايديولوجي السياسي والاستعماري والاستيطاني الاعرابي، عكس الحاله المسيحيه اللي هي حصل فيها انتشار هنا. يعني ما جالناش جيش احتلال، لكن اللي حصل في الحاله المسيحيه ان اغسطينوس دخل المسيحيه، وبعدين الامور يعني تطورت واتفرضت المسيحيه كدين وحيد لا يقبل ما عداه. فحصل انه الحاله الايمانيه والدينيه اكتسبت قوه الدوله وسيطرت عليها، في حين في الحاله الاسلاميه هو من اصله ومن الاساس هناك حاله غزو واحتلال وفرض قسري للفكره الدينيه، وكمان البنيه الفكريه او الايديولوجيه هي في حد ذاتها غزواتيه وصراعيه، وقايمه على فكره احتلال البلاد الاخرى وغزوها، وكمان قايمه على فكره الصراع الهوياتي، الاستلاب من الداخل، بحيث الشخص بيخلط ما بين ما هو ديني وما هو دنيوي. بحيث هتلاقي ناس دلوقتي تطلع تقول لك ايه الاسلام وانا مسلم قبل ان اكون مصري. وهو انت لما تيجي تدقق في الموضوع هتلاقي الكلام كلام فارغ، لانه مفترض بقى في ظل الحداثه الامور اتغيرت واصبح ما هو ديني هو عقائد وطقوس، وما ينفعش تحط الوطن قدام الدين. يعني انت ممكن تقارن انك مصري بانك سعودي بانك امريكي، يعني تحط مثلا الاوطان او الجنسيات قصاد بعض وتقارنهم ببعض، لكن مش هينفع تقارن شجره بفيل يعني. انما الفكره الدينيه الاسلاميه او الخطاب الديني الرجعي الاعرابي القديم ما زال مصر لحد النهارده على على هذا الاستلاب، لانه هي فكره اساسا ايديولوجيه وما زالت لحد الان، واستعماريه وما زالت لحد الان. وما زال المدارس الدينيه الكبرى بالذات الازهر قايمه على هذه الفكره. وشيخ الازهر يقول لك لما كانت لنا رجل في الصين ورجل في الاندلس كنا كويسين. احنا مين؟ المفروض احنا مصر المصريه، احنا ما كناش كده، احنا اصلا دوله تم احتلالها. ولا ينبغي ان يصدر هذا الامر من رجل دين. المفروض رجل دين ده يعني يتكلم في الحاجات الدينيه او اللاهوتيه، ربنا بقى والرسول والقران و نواقض الوضوء وفروض العباده والكلام ده. انما لا، ده بيتدخل في كل شيء. فالحاله المسيحيه فيها اختلاف عن الحاله الاسلاميه من وجهه اصلا انه اساسا في الوقت الراهن الهيمنه اللي موجوده على العقل والحياه هي هيمنه دينيه اسلاميه، وفي الحقيقه هي اللي بتفرض رؤيتها للحياه، واحيانا بتبهت على الحاله الاسلاميه المسيحيه. لكن في النهايه انا بظن انه اهتمامنا الاكبر والاولى بالمقاومه هو انه احنا عندنا حاله دينيه فيها التباس بين الديني والدنيوي. ما زلنا يقال دين على ممارسات هي في الحقيقه ممارسات استعماريه، وبالتالي نحن نعاني في مصر هنا من احتلال منه فيه. يعني شكل غريب وملوش مثيل في التاريخ من الاحتلال، متنكر في شكل ديني، وما زال يواصل مسيرته نحو بقى إحباط فكرة الدولة الوطنية الحديثة اللي المفترض بقى إنها تضع ما هو ديني في إطاره في داخل المعابد أو الكنائس والجوامع وما إليه، وخلاص، ويصبح الممارسة الحياتية مرتبطة بالعقل وبالإنسان وبشروط الواقع فقط. لكن لحد الآن ما يتم إقحام الديني على الحياة، وبالذات الديني الرجعي الأعرابي القديم، لأنه هو متسلط على الدولة المصرية، بل وقادر انه يعني يضع نفسه او يقحم نفسه عليها. وبقى له بند في الدستور، والازهر له كمان بند، وهيصه. والموضوع ما هواش مقتصر على كده وخلاص. يعني الاشكال في الظواهر اللي بتشوفها في الواقع مهما كانت قليله انها بتحصل ضمن وسياق متراكم، وواضح انه هذا التراكم متسارع في الفتره الاخيره. يعني مثلا انت لما تحط في الدستور بند يقول لك مبادئ الشريعه الاسلاميه هي مش عارف ايه، اللي بيحط ده هو المفروض كان ياخد باله انه بيعمل جريمه، انه هذا لن يتوقف، وانه في الحقيقه كان في مسار قبل كده في دستور 23 كان الفكره الدينيه الرجعيه الاعرابيه القديمه او الاحتلال ده كان ضعيف سنه، وكانت يعني كنا لسه متاثرين بمحاوله النهضه والحداثه. ف
بس ايه، قدرت الفكره او الاحتلال الاعرابي ده يزق نفسه بشكل ايه، انه من خلال الدين يعني، ويتقال يتوصف يتحط الحاله الدينيه في الموضوع. وانت لو تتبعت هتلاقي بقى بعد كده بقى تراكميا في دستور 71 بعد كده، او في الدساتير التاليه يعني، بشكل تراتبي. لو عملت بقى تايم لاين كده ودققت هتلاقي فيه تصاعد. وجم الاخوان وحطوا الماده 219 اللي هي بتفسر الماده 2 بتاعه المبادئ الشريعه تفسير ديني كان هيودينا للدوله الدينيه وش يعني. واظن ان في حرجمه على هذا يعني هو ما دامت الهيمنه الدينيه الرجعيه العربيه القديمه على العقل والحياه، فكل ما هو ديني يبقى ومرشح للتزايد والتراكم. دي الفكره. هناك عنصر مهيمن على الواقع بيبقى قادر على اولا انه يبتكر افتكاسات دينيه ويضيف اليه في ظل ما يبدو ان هو دوله حداثه، لكن هي الحقيقه بقايا الدوله الوطنيه الحديثه في مصر، لانه تم احباط المحاوله فيما يبدو يعني. واللي حاصل دلوقتي انه الخطاب الديني الراجعي الاعرابي القديم بيحاول يحتوي او يحبط او يقضي على جيوب الحداثه او في الحياه عموما وعلى مستوى الدوله ايضا. وما زال يمارس فعل العربنه حتى والاسلام ايضا حتى على المستوى المسيحي. واحنا اشرنا لدون في حلقه سابقه، والعمل شغال يعني لحد النهارده. ما زالت بتحصل حالات وحاجات اشارات الى ما هو قادم. لما تلاقي مثلا في عيل يطلع يهدد المسيحيين اللي هيشوفوا فاطر في رمضان. لسه في فيديو صغير كده، حاجه يعني تبدو انها حاجه عيل كده اهبل كده. لا بس هي مش كده. هي معبره عن خطاب عن كامن في المفاهيم العقليه بيتم انتاجه على كل مستوى، وشغال على تايم لاين التاريخ وصولا لفكره تطفيش المسيحيين او احتوائهم او القضاء عليهم كعمليه تاريخيه ما زالت مستمره. يعني الحاله الاسلاميه ما زالت مستمره، الاسلاميه بين قوسين، لان انا بشوف ان ده عقل ماضي شبه جزيره العرب، وهو امتد احتلاله لمصر هنا من الارض للعقل من خلال الهيمنه المطوله على العقل والحياه. واصبح دلوقتي هو حاله تخريبيه مستمره في التاريخ. وده ما ينبغي ان ننتبه اليه، ولا ينبغي ان احنا ندخل هنا في مقارنات او صراعات دينيه ولاهوتيه، ونقارن بقى السرديه دي بالسرديه ديت، ونحاول نبرر الخطا هنا بالخطا هنا. لا، هناك فرق جوهري في البنيه الاساسيه لكل من الحالتين، رغم الاصل التوراتي او التشابه في الاصل يعني. لكن البنيه الدينيه الرجعيه هي في صلبها سياسيه. يعني احنا قدام ايديولوجي سياسي استعماري استلابي. احفظ انا كل مره ايديولوجي سياسي استعماري استلابي تخريبي، ومستمر بيشتغل على تايم لاين التاريخ بهدوء دلوقتي من خلال الدوله الوطنيه الحديثه. بيحاول يعمل لها ايه، يسيطر عليها، وكانه عاوز يعيد الحاله القديمه. هو اصلا لما دخل مصر هنا كان كده فعلا، يعني عاوز يستعيد دوله البداوه او يستعيد السلطه بشكل كامل عشان تبقى اي دوله دينيه نظمي رسمي فهمي. واوعدك انك لو نزلت الشارع دلوقتي وقفت 100 واحد وقلت لهم والله احنا بكره هنعمل شيخ الازهر مرشد، وهيبقى كده ايه، مرشد روحي كده للدوله يعني، وبتاع يعني الحاله الايرانيه مثلا بشكل سني، هيوافق. وده اللي احنا يعني يبدو لي على نحو ما ان ده المسار اللي احنا ماشيين فيه. مش مهم التفاصيل، لكن او مش مهم المقال بالظبط او شكل المقال ايه، لكن المؤكد انه هذا المقال لا يمكن ان يخرج عن فكره دوله دينيه مباشره. وده تخريبي بالضروره، وده الخطر اللي احنا بنواجهه دلوقتي. واحنا بنطرح بننكش في الحالات التاريخيه دي. فهو القصد هنا ان احنا نفهم ازاي بيحصل هذا التحول، وازاي ممكن دلوقتي في ظل الحداثه يكون مستمر بشكل مختلف او بادوات مختلفه. دلوقتي بيتم استعمال
ادوات الحداثه لهدم الحداثه نفسها. انت بتلاقي ناس تستعمل كل ادوات الحضاره الغربيه في هدم الحضاره الغربيه، تستعمل الحريات ضد فكره الحريات لنشر الافكار الاستعماريه الاعرابيه القديمه اللي هي المعاديه اصلا للحريات، وهكذا يعني. فاحنا الحقيقه كانت رحله ممتعه ولطيفه جدا يعني، تجربه فريده. الثلاث مقالات اللي قريتهم للمستشار عبد الجواد ياسين، واتمنى يعني ان التجربه دي تتكرر، ونقرا مقالات مختلفه او يمكن كتب مختلفه ومنتقاه ونعلق عليها. احنا كانت الثلاث مقالات تحت عنوان مراجعات تاريخيه. واحد بعنوان تحرير ديني ام احتلال سياسي، مناقشه حول فتح مصر في المصادر القبطيه المبكره. اثنين، مناقشه في نظريه الهيمنه الثقافيه عند جرامشي. وثلاثه، مقال النهارده، القبطيه المسيحيه، مناقشه حول حقيقه التحول السلمي في القرن الرابع. اشوفكم بخير.